السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، مرحبا بكم في قناة شيواتي لا مراكشية. إلا كنتو أول مرة كتزوروا قناتي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك ابوني اشتراك أو سبسكرايب، وكذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس الموجود بين قوسين باش توصلوا بجديد الوصفات. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الزيتون ب4 ديال الشرمولات، نتمنى ينال إعجابكم. غنقدم لكم الزيتون بالزعتر، الزيتون الأسود يعني كذلك بالزعترة، والزيتون الأسود مشرمل، وغنقدم لكم حتى الزيتون كيف كنقولوا له حنا في مراكش المفرشخ بشرموله مراكشيه، يعني بالطريقه اللي كنشريها. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير غنحتاج 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. كان افضل الا كان عندكم بريك يعطي واحد النتيجه احسن بزاف، انا هنا عندي مكونجلي. احتاجيت كذلك القليل من الملح، احتاجيت القليل من الكمون البلدي حبوب الا كان عندكم، لا ما كانش عندكم ممكن تعوضوه بالكمون بلديه عاديه مطحونه. القليل من الزعتره، اوراق ديال سيدنا موسى، قليل من الزعتره ومن الزعتر، 3 الفصوص ديال الثوم كبار اللي حكيتهم، نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر الحلو اي الباربيكا، والزيتون سمحوا لي يعني الحامض مصير اللي قطعته قطع صغيره. هذا هو المصير الحايل اللي كيتباع يعني في المدينه، راه معروف المكان ديالو، خصوصا المراكشيين معروفين بهذا المصير الحايل. صراحه كيكون شويه غالي في الثمن، ولكن هذا هو اللي كيتصاوب به الزيتون على حقه وطريقه. قليل من الهريسه وحامضه كامله. بالنسبه للزيتون الاول اللي غنبدا به ان شاء الله راه حلو، الزيتون مفرشخ ديال الدار يعني اللي كندكوه بالحجره. هذا الزيتون سبق ونزلت لكم فيديو كيفاش حتى صوبناه في الدار، والان راه حلا كيبقى حتى عام. الا بغيتوا تعرفوا طريقه التحضير ديالو غتلقاو رابط الفيديو في صندوق الوصف، وفي نهايه هذا الفيديو كذلك غنزلوا لكم ان شاء الله. اذا انا هنا خديت فقط كميه قليله من هذاك الزيتون المفرشخ، حتى من بعد ان شاء الله نعاودوا نصاوبوا وقت ما سالا كنصاوبوا شويه منه. درت القزبر ومعدنوس، قليل من الملح لانه هذا المفرشخ ما كيكونش فيه الملح، الفلفل الاحمر الحلو اولا الباربيكا، غندير ما يعادل ملعقه صغيره ديال الحامض مصير. صراحه هذا الحامض كيجي فيه رائع بزاف، والناس اللي ما متوفرش عندهم ممكن يعوضوه بالحامض مصير العادي يعني اللي كيكون اللون ديالو صفر. القليل من الحار، الهريسه اللي كتكون معجونه، وما يعادل ضرس ديال الثومه كبير محكوك، وربع كاس ديال الزيت البلديه. الزيت البلديه كل ما كثرتوها كل ما كتجي مزيانه، يعني فاش كنبغيو ناكلو الزيتون راه كناخذوا معاه ديك الزيت اللي كتكون فيه يعني كناكلوها. صدقوني هاد الطريقه كتجي رائعه الزيتون، وطريقه مراكشيه 100%. يعني الناس اللي كاينين في مراكش كنصحكم انكم فاش يجي الوقت ديال الزيتون تاخذوه وتصاوبوه حتى كيحلى، ومن بعد يمكن لكم تخدموا به. كنديروه في المرق مع الدجاج، كنستخدموه بزاف. صراحه هذا الزيتون حنا في الدار كيعجبنا على الزيتون اللي كنشريو من الزنقه، يعني حتى الاخوان ديالي كيعجبهم، كيقول لك هذا افضل من الزنقه، وفعلا اي حاجه في البيت كتكون افضل. هنا خديت قطع ديال الليمون اولا الحامض، قطعته دوائر ومن بعد درته على شكل ربع، حيت هكا كنشريوه تماما. الناس اللي كاينين يعني في جامع الفنا في بلاصتو في رياض الزيتون، المكان اللي هو معروف فيه، هذه هي الطريقه باش كيصاوبوه وكيجي ناجح 100%. غير جربوه غتستغناو على الزيتون اللي كنشريو من برا، رائع بكل المقاييس. غير جربوه ما غتندموش عليه، وخصوصا اننا يعني كنعرفوا اشنو كناكلوا العكس ديال خديناه غير من برا. اذا وضعت القطع من هذا الحامض في هذيك الشرموله، ممكن تضيفوا عصير ديال الحامض ملعقه، ولكن الام ديالي ما كديرش العصير، دائما كتخليها كطريفات باش كتجي ديك الحموضه في الزيتون. كتكتفي فقط بالزيت اللي كتكون مع الزيتون، والطريفات ديال الحامض كيطلقوا هذيك الحموضه
وكيجيو بنان بزاف في الزيتون. غير جربوا هاد الطريقه ما غتندموش عليها. وكذلك حتى الحامض مصير راه سبق ونزلت فيديو على الطريقه كيفاش كتصاوبوا الام ديالي بكميه كثيره، يعني مراكشي 100%. لا الزيتون اللي وجدت معكم ولا حتى الحامض مصير. والان غنصاوب معكم الزيتون مشرمل بربعه ديال الطرق. وسبق ونزلت فيديو على كيفاش كنصاوب الزيتون الاسود كيكون مبخر. غتلقاوهم في صندوق الوصف وفي نهايه الفيديو ان شاء الله. اذا الزيتون الاول ها هو كيجي على هذا الشكل، يعني راه باين غير من اللون ديالو كيجي رائع. غير جربوه. وكنديروا منه كميه قليله حتى كتسالي، وكنديروا ثاني الكميه الاخرى اللي بغينا. ويعني ماشي بالضروره انه خاصو يبقى سيمانه ولا جوج، راه ممكن يبقى لكم حتى شهر وما توضعوش كاع في الثلاجه. ممكن يبقى غير فوق سطح العمل لانه فيه الزيت، ما تخافوش منه. اللي كنصحكم هو الحامض مصير ما ديروش فيه السائل باش ما يخسرش لكم، يبقى لكم مده طويله. بالنسبه للشرموله الثانيه خديت القزبر ومعدنوس الحار، كتعجبني بزاف المعجنه، والقليل من الحامض مصير، كتبقى على حسب الكميه اللي درتو. القليل فقط من الملحه، يعني واحد القبيصه تاع الملحه لانه الزيتون الاسود مالح. ودرت الكمونه حبوب البلديه، اللي ما كانش عندكم ممكن تعوضوها بالكمونه اللي كتكون بودره. اوراق ديال سيدنا موسى، وربع كاس ديال الزيت البلديه. بالنسبه لهذا الزيتون نقول لكم الطريقه كيفاش حتى صاوبته. سبق وشاركت معكم الطريقه كيفاش كنوجدوه. قطعته غير من الجريده يعني ديال الدار ديالنا، وضعته بهذه الطريقه. قالتها لي الصديقه ديال الام ديالي وجربته وجا ناجح. كتاخذوا الزيتون كتسدوا عليه في بيدو، كنسدوا عليه في بيدو وكنديروا له القليل من الملح، ما تكثروش الملح. هذه الكميه اللي كتشوفوا في البيدو درت لها تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الملحه فقط. حاولوا ما تكثروش الملحه. كنسدوا عليه في بيدو وكنحطوه بالطريقه اللي وريتكم، يعني كيكون البيدو ماشي واقف وانما كنحطوه فوق سطح العمل. كنسدوا عليه وكنخليوه تقريبا واحد الاسبوع. من بعد كتقلبوه تاني على الجهه الاخرى، يعني بشكل افقي، ما كنحطوش البيدو بشكل عمودي. كيبقى عاوتاني واحد الاسبوع اخر كنقلبوه على الجهه الاخرى. منين كيبان لكم البيدو كيولي فيه الماء، يعني فاش كتهزوه كيبان لكم، ما تخليوش البيدو بشكل عمودي، يعني ما تخليوش البيدو واقف مقاد، ديما خليوه مايل. يعني كنحطوه فوق في الدروج اولا في شي بلاصه. صراحه حنا حطيناه غير في الدروج ديال السطح تما فين بقى في الظليله من طبيعه الحال، ماشي في الشمس. ومنين كيبان لكم فيه الماء كيف سبقوا شفتوا دروك هذاك الماء فاش كبيتو راه نزل منه شويه ديال المرجان. هذاك المرجان كتحيدوه دائما، كتحيدوا منه الماء. وقت ما شفتوا البيدو فيه الماء حيدوه وكتخليوه ناشف. يعني الاسبوع الاول الاسبوع الثاني كتبداو تحيدوا الماء، كتلقاو المرجانيت كيولي فيه تقريبا جاد واحد الكاس ديال العنبه. كتحيدوه كامل وكديروا يديكم كتحيدوا الماء كامل، وكتعاودوا تسدوا على البيدو وكتردوه للجهه المعاكسه، وكتبقاو دائما غاديين بنفس الطريقه. من بعد ما كتفوت 20 يوم كتجبدوا زيتونه كتذوقوها كتشوفوا واش حلو. الا ما كانش حلو كتعاودوا تسدوا عليه في البيدو وكتخليوه حتى كيحلى على خاطرو. يعني ماشي بالضروره، ما نقدرش نحدد لكم. انا هاد الزيتون اللي صاوبت راه تقريبا يعني بالضبط خدا ليا شهر ونص باش ولا حلو. يعني من الوقت اللي كنت شاركت معكم لدابا عاد باش حلى. اخيرا كتبداو تغسلوه كيف شفتوني. كنغسلوه جيدا بالماء. ممكن ترقدوه في الماء وتخليه واحد الساعه ديال المكانه وترجعوه ثاني تصفيه وتخليه حتى كينشف تماما. وكنرجعوا لهذيك الحشوه اللي وجدنا كنخلطوها جيدا وغنكب عليها فقط جزء من هذا الزيتون. يعني هذا الزيتون الاسود غنديروا لكم ب3 ديال الشرمولات. وصدقوني راه كيجي بحال اللي كنشريوه تماما، يعني كيجي ما فيش المروره في مره. الناس ننصحكم هذه الطريقه ديال زمان، يعني ماشي شي حاجه جديده. هذه الطريقه اللي كانوا كيديروا الناس القدام، يعني الناس البلديين.
وناجحه 100%. نتوما شوفوا يعني الزيتون كي تيبان، يعني من ورا 2 الاسابيع كتبداو تحيدوا له الماء، كنحيدوا ليه الماء كامل، ما تخليو فيه حتى شويه، سدوا على البيدو وخليوه حنا غاديين بنفس الطريقه. من بعد كتبداو تاخذوا غير زيتونه تغسلوها مزيان وذوقوها، كتلقاوه كيولي حلو صافي، راه كيولي واجد ديك الساعه باش تقدروا تخدموا به. اذا ها الزيتون الاسود مشرمل بالشكل الاول ديالو، باقي غنوريكم 2 الاشكال ان شاء الله حتى هما يعني كنشريوهم. اذا خديت نفس الاناء وضعت فيه ثاني ربع كاس ديال زيت العنبه، تقريبا 31 مليلتر اولا 35، لانه الكاس فيه 150 مليلتر. وضعت هنايا غير الزعيطره، وضعت معها الزيت فقط، وغنضيف ليها جزء من الزيتون. هذا النوع حتى هو كنشريوه بزاف من لي سوبر مارشي، يعني الزيتون كيكون بالزعيطره. وريقات ديال سيدنا موسى دائما كنوضعوهم في الزيتون، كيعطي واحد النسمه لذيذه للزيتون. يعني فاش كنمشيو لي سوبر مارشي اولا المحلات اللي كيبيعوا فيهم الزيتون، راه كنلقاو الزيتون بعده اشكال، لا الاسود ولا اللي كيكون الاحمر اولا المفرشخ اولا المشقوق، كاينين بزاف الاشكال. انا اليوم غنشارك معكم 4 ومن بعد ان شاء الله نعاود نشارك معكم انواع كثيره من الزيتون. اذا بقى لينا الربع الاخير من الكاس، يعني كاس ديال العنبه قسمته على 4 الاجزاء. سمحوا لي الان اللي درت الزيت مع الزعيطره والقليل من الحامض مصير، هذا اللي قبل درت فيه الزعتر مع الزيت، لانه الزعتر هو اللي كيكون الوراق ديالو غلاظ، اما الزعتره اللي كتكون رقيقه بحال الحبات ديال الكمون، غير هما كيكونوا رقاق بزاف اللي كنديروا في البيتزا. وكنخلطوا على هذا الشكل. وبهذا هو الشكل الاخير اللي قدمت لكم في الزيتون. الزيتون الاسود قدمت لكم بثلاثه ديال الطرق، الزيتون المفرشخ قدمته لكم بطريقه واحده، يعني المشرمله اللي كنشريوه بها. ان شاء الله من بعد نقدم لكم بعده طرق حتى يسالي لنا هذا ونصاوبوا معكم. نتوما يعني شوفوا كيفاش كيجي بحال اللي كنشريو تماما. ودائما كنديروا طريفات ديال الحامض كيطلقوا ديك الحموضه، وكيحيدوا هذاك، تنقصوا شويه من الملوحه اللي كتكون في الزيتون. وهذا الشكل الاول اللي قدمت لكم. وبهذا كانوا هما الاشكال اللي قدمت لكم اليوم. نتمنى ينالوا اعجابكم. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، تخليوا لي لايك وتعليقكم الى عجبكم محتوى القناه. مرحبا بتعاليقكم، دائما كنقولها لكم ايجابيه ولا سلبيه في حد ذاتها، فهي تحفيز لي على اعطاء المزيد. نتمنى تبارطاجيو الفيديو مع العائلات والاصدقاء ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.